ما يزال التوتر مشتعلا في الجامعات الأمريكية التي تشهد مظاهرات متزايدة ضد الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على غزة، بالتوازي مع اتساع رقعتها في جامعات دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا وكندا. فالمشهد ذاته يتكرر منذ أيام في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة وسط تبدد المؤشرات على انحسارها رغم محاولات التفاوض. جامعة كولومبيا في نيويورك التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات والتي شهدت مفاوضات بين الطلاب وإدارة الجامعة، أعلنت رئيستها نعمة شفيق فشل المفاوضات مع الطلاب المعتصمين في حرم الجامعة، مؤكدة أنها لن تسحب استثماراتها من إسرائيل وهو المطلب الرئيسي للطلاب المحتجين، كما طلبتهم بفض اعتصامهم. ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف مناطق الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن. تتزايد المخاوف من إلغاء مراسم التخرج السنوية، إذ أصدرت جامعة كاليفورنيا التقنية قراراً بالإغلاق الاضطراري بالتوازي مع قرار آخر بتأجيل مراسم التخرج. وفي الوقت الذي تتعالى فيه مطالب الطلاب المحتجين بقطع العلاقات مع إسرائيل وسحب استثماراتها فيها، أعلنت جامعة بورتلاند التوقيف المؤقت لتلقي الهدايا والمنح من شركة بوينغ التي تستغل إسرائيل حالياً عدداً من منتجاتها وتستثمر مليارات الدولارات في اقتصادها. أمينة بن دحمان، TRT عربي.